ألف ألف مليون مبروك لمحمد شريف انضمامه للنادي الأهلي. عايز أقول له كلمة في ودنه: اختيار سليم يا محمد، مبروك يا حبيبي إن أنت صبرت عشان ترجع ناديك اللي عمل اسمك وكبرك وخلى الناس تعرفك وخلاك تركب أحلى عربية وتعمل بيتك وتحترف وتروح منتخب مصر وتعمل تاريخ من البطولات واسمك يكبر معاه. الفترة اللي فاتت دي كان عندك مشاكل في احترافك في نادي الخليج، إصاباتك كانت كتيرة، بعدت عن منتخب مصر وبالتالي كان لازم ترجع. بعد نهاية عقدك وأصبحت لاعب فري كان أندية كتير عايزاك، أندية في مصر أكيد وخارج مصر، وكنت ممكن تاخد فلوس كويسة جدا. وأنا على حد علمي معرفش موضوع الزمالك صح ولا غلط، بس معلوماتي لأ، يعني إن الزمالك ما كانش عايزك، بس مش دي القصة. حتى لو الزمالك عايزك كنت ممكن تروح، أكيد كان لو الأهلي رفضك كنت هتروح. بس أنا شايف إن إحنا لازم نشجع اللعيبة اللي عندها ولاء لناديها واللي تاريخها اللي عملته مع النادي. فده لاعب ما بصش قوي للفلوس، ولكن بص للتاريخ وبص للنادي بتاعه اللي عمل اسمه. فده اختيار سليم وصبرت ونضت. اي نعم انت رايح نادي مش ضامن مكانك فيه بسبب وجود لاعب زي وسام ابو علي او جراديشار او اكتر من لاعب، ولكن ممكن تحاول وتعافر وتثبت للمدير الفني الجديد ان انت لعيب قادر على حجز مكانك في الفرقه. وانت اساسا لعيب كويس، كنت هداف الدوري وجبت اهداف مهمه في ماتشات القمه وجبت اهداف في ماتشات افريقيا. فعندك القدره التهديفيه على ان انت ترجع وتصنع اسمك وتكبر اسمك من جديد. مره تانيه لازم نشجع اللعيبه اللي بتختار ناديها، اللي عندهم ولاء وانتماء، اللي انتمائهم ما ماتش، اللي ما بيدوروش بس على الفلوس. مبروك لمحمد شريف، مبروك يا حبيبي، ألف مبروك وربنا يوفقك في اللي جاي إن شاء الله.